اولا باش ترجع لاعتبار مدينه اسفي في القطاع السياحي خصنا نعاودوا نشوفوا البنيه التحتيه هي المهمه. البنيه التحتيه اللي فيها الطرق، اللي فيها الاماكن اللي كيستقطب السياح. ما نقولش لكم بغينا مطار، حنا عندنا واحد الواجهه سياحيه باب كبير هو ميناء اسفي. علاش هذاك الميناء اسفي ما نديروش فيه واحد بور دو كروازيير اللي يجيو فيه لي باكبو من العالم كامل ويجيو يدخلوا مدينه اسفي ويكتشفوا البوتونسيال اللي فيها. البنيه التحتيه حتى هي والاستثمار السياحي. خصنا الطاقه الاستيعابيه تطلع. حنا لا فيزيون ديالنا في المكتب الاقليمي المجلس الاقليمي للسياحه، وتنحاولوا لا فيزيون ديالنا اللي بغينا نخدموا عليها، وان بغينا من هنا من 2030 في هذه القاطره ديال 2025 2030 اللي غادي فيها المغرب في واحد استثمار كبير في القطاع السياحي. بغينا حتى اسفي يشد الحق ديالو في الاستثمار وفي الترويج السياحي وفي الترفيه باش يجيو الناس يستثمروا في هذه القطاعات، وكذلك باش يعطيو واحد لا كاباسيتي داكوي تطلع في اسفي. واسفي عندها واحد الوجهه سياحيه معتبره، خصها شويه التقييم. راه تنقول لهم اسفي سي ان جوايو، خص غير اللي يمسحوا شويه باش يعطي واحد الاشعاع. اسفي خصها الناس اللي نوضوا نهضوا بها وتندوي على ولاد اسفي، لا من السياسيين لا من المنتخبين لا من الناس اللي في اللي غائبين اللي في وزاره السياحه، يجيو يجلسوا معنا اطاب. تنطالب اليوم الناس تاع لا سميت تاع وزاره السياحه يجيو يجلسوا معنا في اسفي ويعطيونا حتى حنايا واحد الوقت ويعطيونا واحد جدول عمل نخدموا عليه، واحد كالوندريي اللي نزيدوا به واحد لي شونتيي باش نزيدوا بهذا البنيه التحتيه وهذا التقييم وهذا الاستثمار السياحي، وكذلك هذا الترويج اللي في الترفيه. بزاف الحوايج اللي خصنا ديجيتاليزاسيون تاعنا نخدموا عليها. كاين بزاف المشاريع اللي خصنا نخدموا عليها وانا ما لقيناش معاه من نجلسوا. اليوم المجلس الاقليمي للسياحه كيف ما كنعرف وانا متاكد انه اليوم انتم بتمويل ذاتي، يعني منكم دابا حنايا المجلس عندنا خدام بلي كوتيزاسيون لي كونتريبيسيون ديال الاعضاء ديالو. اي اكسيون درناها تنديروها بمالنا الخاص اللي كنعطيو حنايا كمنخرطين تنعطيوها. لا يعقل ان كاينين مجالس عندهم ميزانيات كبار وتخصهم يتعاونوا معنا ويجلسوا معنا ويشوفوا لا فيزيون ديالنا باش نزيدوا بهذه المدينه لقدام، وباش تا هما لان حنا ولاد القطاع وحنا ولاد اسفي وكنا عندنا رؤيه مشاركه. علاش اسيدي ما تجوش تجلسوا معنا ونوضحوا لكم الرؤيه ديالنا وتشوفوا معنا التفاصيل ديال هذا المشروع وهذا البرنامج اللي نخدموا عليه باش نطلعوا بمدينه اسفي وهي تشد حقها في 2030 في هذا الشيء اللي جاي ديال المونديال. في اطار غياب الدعم على المجلس الاقليمي للسياحه، واش فات لكم يعني دقيتوا الابواب المجمع الشريف الفوسفات، الشركات الكبرى الاقتصاديه اللي كاينه في المدينه بعيدا عن المجالس المنتخبه الحاضره الغائبه دائما، لانه ما احوجنا الى كفاءات محليه اللي هما ولاد البلاد، يعني عندهم الاش اللي يقدروا يترافعوا على المدينه. طلبت شحال من مره لقاءات مع المنتخبين مع رؤساء المجالس باش نديروا جلسات اوفيسيال باش يجلسوا مع الاعضاء ديال المجلس الاقليمي للسياحه باش يشوفوا الرؤيه ديالنا والتوجه اللي بغيناه مدينه اسفي تمشي ليه. تنبقاو بدون جواب. شحال من مره تنصيفطوا ما خلينا مكالمات ما خلينا مراسلات، تبقى ما عرفتش واش هذوك الناس القطاع السياحه عندهم ما مهمش، واش ما حيت ما عندهمش غرض. ما غاديش ندخل انا في تفاصيل شخصيه، ولكن انا ما عرفتش ما بقيت فاهم والو في هذه السياحه نكذب عليكم، لان مدينه خاص اللي نوض بها وهذه هي الوقت الان خصنا نوضوا مدينه اسفي، سينو راه غيمشي علينا تران ما غاديش يبقى يرجع. راه هذه الفرصه الوحيده دابا باش الا بغيتو مدينه اسفي تزيد قدام باش تنتعش الشباب. البطاله ما تبقاش، راه اسفي فيه بطاله كثيره، الشباب ديال اسفي راه تقهر، راه خصو باغي يخدم، راه باغي راه كاينين ابناك المشاريع اللي كاينين خصهم يجيو يجلسوا مع اولاد اسفي ويعطيوهم الحلول ويعطيوهم الدعم المادي والتقني باش يزيدوا بهذه المشاريع قدام، لان هذه المشاريع راه هي اللي غادي تعطي واحد نظره زوينه على مدينه اسفي، ولا غادي تحل بيبان كبار الاندماج السوسيو.